اللقمة بتنادي أكلها. على فكرة المثل ده صح جدا. كم مرة طلبت أكل وسألت أخوك أجيب لك أكل معايا، قالك لأ مش قادر، وبعد كده أول ما الأكل جه قام بيه لوحده. أو الأكل وقع مثلا واترمى في الزبالة وكان من نصيب القطط والكلاب، أو للأسف كان من نصيب حد غلبان بيدور على أكل ومش لاقي. نقطة المية مكتوب مين اللي هيشربها. كل واحد عارف رزقه فين، رايح فين وجاي منين. الرشوة اللي انت أخدتها كانت رزقك، بس انت قررت ان انت تاخدها من الحرام. لو كنت صبرت كانت كده كده هتجيلك لأنها أصلا رزقك. الوظيفة الفلانية بتنادي صاحبها، والعريس الفلاني من بلد خد عروسة من بلد تانية خالص. هما مكتوبين لبعض أصلا من قبل ما يتولدوا. الحما ما بتبوظش جوازة، والظروف ما بتبوظش برضه جوازة. هو ربنا كاتب لهم من قبل ما بيتولدوا هيتجوزوا امتى ولو في انفصال هيبقى امتى. الراجل الطيب اللي ضيعت عليه شغلانة بكلام افترا، هي ما كانتش أصلا من نصيب. فمش بشطارتك يعني ولا بكمية الشر اللي جواك هي اللي ضيعتها. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن يصيبك. فارضى بما قسمته لك أرحت قلبك. يا ابن آدم إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك، وكنت عندي محمودا.